السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين فطيرة كده سهلة وخفيفة وسريعة كده. عايزين ناكل حاجة كده سريعة فعاملينها. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. أنا هعمل هنا فطيرة جلاش. فطيرة حادقة يعني مش بالسكر. فمعايا لفة جلاش، ومعايا صينية دهنتها سمنة أو زبدة المتوفر. وهبدأ أفرد بقى الجلاش. هفرد نص لفة الجلاش كده، يعني مش شرط يعني متساوية، يعني حتى لو متكسرة برضه هنمشي حالنا بيها. هناخد كده أهم حاجة نحط بس لفة في الأول كده، يعني ورقتين كده سلام. وهنبدأ بقى نرص بقية الجلاش كده. يعني المهم نسكن الصينية كلها كده، بس يعني مش شرط تكون متساوية يعني. بالطريقة اللي تعجبكم. يعني معايا بقى شوية حاجات كده من التلاجة، حتة جبنة، حبة فلفل، حتة لانشون كده برضو بشرطها، زيتون، اي حاجة احنا عايزين نحطها كده في الفطيرة بتاعتنا. يعني اي حاجة متواجدة كده، عايزين نعمل حاجة خفيفة كده للعشاء او للفطار. وهنبدأ نحطها بقى كلها كده، نقلبها ببعضها. نقطع بقى طبعا الفلفل والجلاش بشراه. هقلبه كله كده واحطه. وشوية جبنة كده، ميكس جبن كده، موتزاريلا او شيدر اللي متواجد برضو، حبة كده برضو بندلعها بيها. وهبدأ بقى ايه احط بقية الكمية بتاعت الجلاش معايا كلها برضو في الصينية كده. وهبدأ ايه اسويها واظبطها كده واقطعها. يعني على قد برضو الصينية اللي احنا عاملينها. ممكن صينية مدورة عادي، اي صينية متواجدة عندنا يعني مش فارقة. الجلاش يعني بيتشكل بالطريقة بأي طريقة، يعني ما بياخدش معانا وقت ولا مجهود. وفي ثانية كده، عايزين 10 دقايق كده نكون عاملين حاجة ايه ناكلها في السريع كده. بعد ما قطعتها كوباية لبن ومعلقتين سمنة ودفتهم كده على النار. وهبدأ أنزل بيهم بعد ما قطعت الجلاش. وهدخلهم الفرن بقى مولع لحد ما ياخد لون بقى من فوق ومن تحت كده، زي ما احنا شايفين. ما شاء الله طلعت يعني تحفة، ما بتاخدش ربع ساعة ما شاء الله. ونكون عملنا أحلى فطار أو أحلى عشاء. شوفوا بعد ما أكلنا ما شاء الله بردت وجميلة. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير. سلام عليكم.